ايه؟ بشرب لبن. بتشربي لبن؟ ازاي؟ انتي مش عارفه ان اللبن ده كارثه؟ كارثه؟ مصيبه. ازاي؟ انتي مش بتسمعي باسم يوسف ولا ايه؟ ده لبن. اولا اللبن ده ما طلعش فيه كالسيوم زي ما احنا متخيلين، والكالسيوم اللي فيه ضعيف جدا وفيه بدايل كتيره جدا. هو اللبن كمان بقى ليه بدايل؟ وكل الفوائد اللي احنا متخيلينها عن اللبن ومتوارثينها من ايام الفراعنه دي طلعت خرافه. خرافه. ده فيه لاكتوز وفيه كازين، دول مصيبه. كمان انا اقدر اخد اي لبن من اي حته تانية غير الحيوانات. ازاي؟ يعني في لبن صويا، في لبن شوفان، في لبن جوز هند، اي حاجه ممكن تبقى لبن. ايوه بس كل دولت مش لبن. ابيض يبقى لبن. طبعا كلنا سمعنا الحوار الشيق ده بقالنا فتره، ناس مع وناس ضد، ناس بتقولك اللبن ده مهم جدا ومفيد، وناس عماله تشتم. يعتبر غذاء كامل، هو مصنف كده ان هو غذاء كامل. اكتر من 90% من احتياجنا من الفيتامينات والمعادن. كوباية لبن واحدة 28% من احتياجك اليومي للكالسيوم، 29% من الفوسفات، 9% من البوتاسيوم، 12% من فيتامين أ، و46% من فيتامين ب. لبن مليان عناصر غذائية. النسب دي كويسة جدا على كوباية واحدة بس في اليوم. هل اللبن بيتخن؟ بالعكس، اللبن بيساعد في إنقاص الوزن. في بحث بيقول ان اللبن بيساعد على انقاص الوزن بشرط يكون كامل الدسم. كمان كامل الدسم. اللبن كامل الدسم بيقلل الشهية. اللبن مهم جدا لصحة العظام، فيه كالسيوم، فيه فوسفور، فيه بروتين. اللبن فيه سكر. هل بقى اللبن مضر لمرضى السكر؟ في بحث بيقول ان اللبن بيحسن سكر الدم، بس برضو شرط يكون لبن كامل الدسم. اللبن فيه كوليسترول، فهل ممنوع بقى لمرضى الكوليسترول؟ اللبن فيه كوليسترول نافع اللي هو ال HDL، والكوليسترول النافع ده بيقلل الكوليسترول الضار في الدم. عشان كده اللبن مفيد للناس اللي عندها كوليسترول عالي او عندها دهون دم عالية او اللي عندها مشاكل في القلب. يعني اللبن مفيد. اللبن مفيد. طيب ربنا اللي خلقني وخلقك وخلق كل حاجة قال ايه؟ ان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين. اشربوا لبن عادي. كوباية لبن في اليوم هتكون مفيدة. اكتر ناس محتاجة اللبن زي ما كلنا كنا عارفين الاطفال، الحوامل، المرضعات، ده اكتر ناس محتاجة اللبن. للأمانة في بعض الابحاث اتعملت على اضرار اللبن لبعض الفئات. اتعمل على المراهقين، اتعمل على اللبن منزوع الدسم بيزود الحبوب الشباب، ربطوا ده بانه بيزود هرمونات زي الانسولين. بس اللبن كان منزوع الدسم لان الدسم بيقلل من ارتفاع الانسولين. في ابحاث تانية اتعملت على ان اللبن بيزود الحساسية، الاكزيما. طبعا اللبن مضر جدا للناس اللي عندها حساسية لاكتوز. في بعض الابحاث ربطت اللبن بتكيس المبايض. الناس اللي عندها سرطانات زيادة الكالسيوم قوي اللي في اللبن بتزود السرطان. لخبطته صح؟ اي انسان طبيعي عادي ما عندوش اي مشاكل اشرب لبن عادي. ما تبصش اي حد يقول لك مفيد مضر بتاع، ما تبص له كده وكمل اشرب لبن عادي. مهم جدا للاطفال والحوامل والمرضعات. الناس اللي عندها مشاكل اللي انا قلتها دي يقللوا اللبن شويه او يمنعوا. عنده حساسيه لاكتوز، تكيس مبايض، حبوب، لو لقى ان هو لما بياخد اللبن المشكله بتزيد يوقفه.